رئيس دولة عربية يسرب إحداثيات سكن صدام حسين للقوات الأمريكية ويتم قصفه في الحال. في لقاء للرئيس صدام حسين مع قيادات الجيش العراقي وأعضاء القيادة، تحدث الرئيس عن خيانة بعض حكام العرب، حيث قال: من المفارقات المؤلمة، كانت لدينا دار ضيافة اسمها دار النصر، وقد استضفنا فيها بعض المسؤولين العرب خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد مكثنا فيها للمبيت لننطلق صباحا أنا ووزير الدفاع الراحل عدنان خير الله وحسين كامل عندما كان رئيس هيئة التصنيع العسكري لمعركة تحرير الفاو، لأن موجبات العمل لا تسمح لنا بالتواجد في تلك المنطقة ليلا، كون سنلفت الانتباه للعدو الإيراني. وفي الصباح انطلقنا من دار الضيافة بطائرتين عسكرية، فكنت أحرص على كل بداية معركة من معارك توكلنا على الله أن أتواجد في دار الضيافة، فحرصت أن أشارك هذا الموضوع مع المسؤولين العرب الذين استضفناهم في هذه الدار. وفي معركة أم المعارك عام 1991 تم قصف هذا الدار بشكل دقيق، وكان أول الأهداف التي تعرضت إلى ضربات جوية من قبل الطائرات الأمريكية. وتبين لاحقا أن أحد العرب الذي استضفناه في هذه الدار قد أعطى إحداثيات هذه الدار إلى القوات الأمريكية، مما يحمله من أهمية وتواجد دائم فيه من قبل الرئيس صدام حسين، في تصور خائب من قبل هؤلاء الخونة بأن أكون متواجدا في هذه الدار مثل ما حصل في معركة الفاو. ومن المفارقات المؤلمة أنه كان عندنا دار ضيافة استضافيت به بعض المسؤولين العرب. هذا الدار الضيافة أطلقنا عليه اسم دار النصر. منه صباحا مبكرا انطلقنا أنا وعدنان وحسين باتجاه الفاو، لأنه كانت موجبات العمل تستوجب أن لا يحضر أي واحد منا قبل هذا التوقيت إلى الفاو، لأنه كشفه راح يلفت الانتباه. فنمت بيه بهالدار، وصباحا انطلقنا منه بالطائرتين، عدنان الطائرة وأنا الطائرة، كان حسين وياي ويا عدنان وياي. فكررت بالمعركة توكلنا على الله الأولى، يعني المعركة اللي أحضر قبل التنفيذ هناك أحرص على أن أمر الهدار قبل التنفيذ ثم أروح إلى الميدان، يعني هو أتبته خير. وتكررت كل المعارك، آخر شيء معركة توكلنا على الله الرابعة. فحرصت أن أسولف هذا الموضوع أمام هالمسؤولين العرب اللي استضافيتهم في هذا الدار. هذا الدار انضرب بأم المعارك، يعني انضربت أهداف كثيرة، بس الضربة والتركيز عليه وما جاوره كان واضح أنه أحد العرب اللي استضافينا في هذا الدار انطى هذه الأهمية لهذا الدار، وفي تصور خائب أنه يعني أم المعارك ممكن أنه أكون أنا أيضا موجود بهذا الدار. الشغلة اختلفت وين الحكي هاي من مفارقات التاريخ. يعني هيك شغلات، يعني اكو قيم عند بالريف يقولون اذا انت قاصص لدينك ومسائل ما لازم واحد يعبرها. يعني انت ضيفناك بهالدار وشرحنا لك اخ عربي في وقتها، يريد قلبك يلعب عقلك يلعب، بس ما لازم هيك يدخلون الزاد الى الخيانه هذا. وقال الرئيس: هذه من مفارقات التاريخ تجاه بعض العرب الخونة. وعاتب صدام حسين العرب وقال: قمنا بواجبك وضيفناك كأخ عربي في وقتها، وحتى لو لعب قلبك وعقلك ما كان منك أن تخون الزاد هذه الخيانة الشنيعة.